طلبوا من آه، طلبوا من سيدنا هود ان هو يسارع ويعجل لهم العذاب، ائتنا بعذاب أليم. فربنا سبحانه وتعالى يعني شد عليهم ومنع نزول المطر، فعم القحط والجد. القحط اللي هو مفيش مطر بينزل، وهم هم بقى صحراوية، فهيشربوا اعتمادهم الأساسي في الشرب على مياه المطر، فما عادش فيه ولا نقطة مية بتنزل. استمر الحال ده فترة طويلة لدرجة إن هم يعني كانت حالتهم بقت صعبة جدا جدا جدا، اللي هم قوم عاد اللي كانوا عايشين في منطقة اسمها الأحقاف. قلنا الكلام ده الحصة اللي فاتت. فمع شدة الجدب اللي هو مفيش مطر، مع ارتفاع درجة حرارة الجو، بدأوا يشعروا بالقلق. وفجأة يعني طب ربنا سبحانه وتعالى بعت لهم سيدنا هود عشان يقول لهم ده نذير من عند ربنا سبحانه وتعالى، عشان تؤمنوا بالله، عشان تفكروا بعقلكم، عشان ترجعوا لربنا سبحانه وتعالى. لكن رافضين تماما. طيب، مع الرفض ده وهم العذاب بدأ ينزل ورافضين برضه، فربنا سبحانه وتعالى بعت لهم سحابة ضخمة كبيرة سمراء، سحابة مغيمة كده قوي، شايفينها جاية من بعيد. فأول ما شافوها قالوا هذا عارض ممطرنا، أخيرا المطر جنة. قال الله عز وجل بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يروا إلا مساكنهم. هنا بقى نقف وقفة كده. ربنا سبحانه وتعالى قال ربنا سبحانه وتعالى أرسل لهم سحابة ضخمة كبيرة، يبدو كده إن هي محملة ومليانة مية، هتجيب المطر اللي فيها كله عندنا هنا على ما توصل لنا. طيب، هتوصل لنا، على ما توصل لنا هتكون الدنيا بقت تمام وزي الفل. طيب، المطر ده احنا هنعمل بيه ايه؟ هنخزنه وهنسقي بيه الأراضي وهنشرب وهيجدد لنا حياتنا. وعمالين يفكروا المطر ده لما ينزل، لما يوصل لنا هيعمل معانا ايه. لكن نسيهم ان ده عذاب وعقاب من عند ربنا سبحانه وتعالى، ان ده ابتلاء من عند ربنا سبحانه وتعالى. قالوا هذا عارض ممطرنا بل ريح فيها عذاب أليم. دي ريح عاصفة بتتجمع وجايه لكم. ربنا سبحانه وتعالى قال كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصر في يوم نحس مستمر. حتة يوم كان يوم نحس، كان يوم صعب جدا عليهم، مش عليهم بس، على الكرة الأرضية كلها، لكن كان مسلط عليهم هم بالأساس. في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول تنزع الناس، كان الواحد فيهم يتشال من الأرض، كل واحد فيهم من الرعب اللي كانوا عايشين فيه حفر له حفرة ودخل في الحفرة وقعد مستخبي، وراح اللي يطلع دماغه من الحفرة تيجي الرياح تقوم واخده الدماغ وطايره، بتقطع الدماغ تطيرها. بل هو ما استعجلتم به، عذاب ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء فأصبحوا لا يروا إلا مساكنهم. كل حاجة اتدمرت. طب حد كده يجاوبني يقول لي اشمعنى المساكن ما اتدمرتش بتاعتهم؟ حد يجاوب. اشمعنى البيوت بتاعتهم ما اتدمرتش؟
تعرف تقول؟ تعرف يا احمد؟ حد عارف؟ ليه الرياح جت دمرت كل حاجه لكن البيوت بتاعتهم ما اتدمرتش؟ اشمعنى؟ ايه اللي خلى البيوت ما تقعش؟ حلو، ماشي. هنا ابني بيقول لي علشان اللي بعدهم يبقوا شايفينها كعبرة ليهم. تمام، جميل. حد عنده إجابة تانية؟ وطبعا هي موجودة عادي، موجودة الحضارة بتاعته موجودة لحد النهاردة في العراق، زي ما اتفقنا في أرض اسمها أرض المؤتفكة. فاكرين لما قلنا إن هم كانوا قوم سيدنا هود لما كان بيكلمهم بيقول لهم تتخذون وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. تمام، يعني بتبنوا من الجبل بيت. إذا كان الجبل حفروه من جوه وخلوه قصر من جوه، الرياح لو جت صعب قوي ان هي تشيل الجبل، لكن لو كانت حياتهم خيام او بيوت زي اللي احنا بنبنيها ديت كان زمانها دمرتها. فهمتوا ليه البيوت بتاعتهم فضلت ثابته؟ لان الجبل ذات نفسه كان هو البيت بتاعهم. عشان كده ربنا قال فاصبحوا لا يروا الا مساكنهم. وعلى فكره دي حاجه يعني مش حلوه. في ممكن لو انا ماشي في الشارع وقابلني هوا، الهوا ممكن يبقى هيطيرني بس انا مستحمل الهوا وماشي. لو معايا شمسيه، الشمسيه بتطير من ايدي، احس ان انا هتقلب لورا من شده الهوا. ده لو الهوا شديد. لكن في مشكله بقى لو انا ماشي في الصحراء والهوا ده فيه ذرات رمل طايره. ذرات الرمل دي لما بتيجي بتبوظ الدنيا. تمام، يبقى كان الهوا اللي بيجي فيه مشكله كبيره جدا، لانه كانوا في الصحراء في البيوت اللي بالحجاره بتاعتهم كان بيجي فيها. عشان كده ربنا قال ريح صرصر عاتيه. صرصر يعني من كل اتجاه، عاتيه يعني شديده، دمرت كل حاجه. تمام. امال سيدنا هود والذين امنوا، ربنا سبحانه وتعالى نجاهم، قال لهم سيبوا البلد واخرجوا بره البلد خالص لحد ما العذاب ده ينتهي. رجعوا طبعا بعدها بفترة لقوا كل البلد ماتت. تمام، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. مفيش فيها أي حاجة، البلد كلها اتدمرت. ده كان عقاب قوم سيدنا هود اللي هم اسمهم قوم عاد. تمام، اللي سكنوا في منطقة اسمها منطقة الأحقاف. منطقة الأحقاف. في صورة كاملة باسم سيدنا هود وفي صورة باسم قومه. تمام، اللي هي صورة الأحقاف. تمام، ده دليل على مدى أهمية هذا ومكانة هذا النبي عند الله عز وجل. الصوت بيقطع، مش عارف بيقطع عندي. طب مس خلودي، هو الصوت بيقطع عند كل يا شباب ولا عندي انا بس؟ لو عندي انا يبقى فيهم عندي مشكله في النت. كل الرد تسكت. يا ريت الناس كده ترد تقول لي تمام، يبقى فيها الصوت بايظ عند حد معين. طيب. طيب تمام ماشي. طيب في بقى حاجه مهمه جدا عايز اقول عليها. بكره ان شاء الله يوم عرفه، او معنى صح احنا بدأنا دلوقتي يوم عرفه. عرفه اهم يوم في حياتك، اهم يوم في عمرك، اهم يوم هيمر عليك في تاريخك. حاول ان انت تغتنمه وتستغله اجمل واحسن استغلال ممكن. تمام. الصيام
طيب تمام يا لين. الصيام حاجة مفروغ منها، كلنا بإذن الله صايمين من بكرة. حتى اللي ما صامش الثمان أيام اللي فاتوا، ده لازم بكرة، لازم بكرة إن شاء الله صيام. تمام. يبقى أول حاجة لا هتصوم، أول حاجة صيام بكرة. تمام. طيب هنقوم نتسحر. تمام. قبل ما نتسحر نصلي ركعتين، قبل ما نتسحر نصلي ركعتين بنية قيام الليل. ولو ما كنت صليت ركعة اسمها ركعة الوتر أصليها. تمام. ركعة واحدة لوحدها بقول هو الله أحد بس. وركعتين مش لازم تطول في الكلام في القراءة قوي، يعني ممكن ركعتين. لا لو حد تعبان ما بيصومش رمضان أصلا يا لينا، لو حد تعبان ما بيصومش. لو حد صام وهو تعبان يبقى حرام عليه. تمام. لكن لو حد يعني ايه هيقدر يستحمل، يا ريت يصوم. لو حد يقدر يستحمل يصوم، لو تعبان لا طبعا ما يصومش. تمام. طيب لو هقوم قبل الفجر بنص ساعة هصلي ركعتين، ولو ما كنت صليت ركعة الوتر يبقى أنا كده هصلي ركعة الوتر مع الركعتين أو من غير الركعتين، المهم حتى لو هصلي ركعة واحدة بس يبقى بنية إن هي قيام الليل. ويستحسن ان ركعه الوتر دي اصليها بعد صلاه العشاء حالا، احنا هنقوم حالا نصلي العشاء، وبعد ما اصلي العشاء هصلي 3 ركعات. 3 ركعات، ركعتين وبعد كده ركعه، اسمهم الشفع والوتر. دول كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحب يصليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وتر يحب الوتر، ربنا واحد بيحب الركعه الواحده اللي اسمها ركعه الوتر دي. تمام. طيب اجي بعد كده هتسحر بقى. حاول وانت بتتسحر تستغفر ربنا سبحانه وتعالى. بره فين يا يوسف؟ مش في السعودية ولا فين؟ حاول وانت بتتسحر تستغفر ربنا طول ما انت بتتسحر، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. تمام. وانت بتندغ وانت بتاكل تشرب الشاي وانت بتاكل. تمام. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وانت رايح تصلي الفجر استغفر الله. طب اروح اصلي الفجر امتى؟ يا ريت يا ريت بكره الفجر والظهر والعصر والمغرب. تمام. اكون موجود، اكون موجود قبل ما الاذان يأذن في الجامع. اكون موجود قبل الاذان ما يأذن في الجامع. ربنا سبحانه وتعالى بيبص يلاقي ناس قاعده. أيوة، يعني ايه بره البيت يا يوسف؟ برضو مش فاهم يعني ايه مش هينفع تصوم بره البيت، يعني لازم تدخل جوه. ربنا سبحانه وتعالى بيبص الناس قاعده في الجامع قبل الاذان، فبيطلع ينادي على الملائكه ويقول لهم دول عبادي، دول قاعدين كده ليه؟ يقولوا له يا رب منتظرين الصلاه. تمام. فربنا سبحانه وتعالى يقول اشهدكم اني قد غفرت لهم، عشان قاعدين في الجامع منتظرين الصلاه، وهي الصلاه لسه ما جاتش. تمام. صلاة الظهر هصلي 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر مع صلاة الظهر. من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرم الله جسده على النار. تمام. بعد صلاة الفجر، بعد ما اصليها اقعد استغفر ربنا واقرأ قرآن. معلش بكرة بلاش موبايل خالص، نسيب الموبايل بكرة خالص. ماشي. بلاش لعب بكرة. حاول تسبح. اه سنة الظهر، هي سنة الظهر يا لينا المفروض 4 و2. 4 قبل الظهر و2 بعده، أو ممكن أعكسهم 2 و4. لكن الأصح والأحسن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة سنة سنة 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. اللي يصلي 12 ركعة ربنا يبني له 12، يبني له قصر في الجنة في اليوم. تمام. فدي حاجة كويس. طيب يبقى كده انا صليت، استغفرت، وبعد كده صليت الفجر. بعد الفجر قعدت اسبح ربنا واذكر ربنا. وبعد كده صليت صلاة اسمها الضحى، ركعتين اول ما الشروق بيجي. تمام. الشروق بيجي الساعة كام؟ 5:30. يعني اقعد انا من الساعة 4 للساعة 5:30 اقرأ قرآن واسبح واستغفر ربنا.
وبعد كده ببقى انام بقى شويه لما لحد الساعه 10 11 كده، قوم صلي الضحى واستعد لصلاه الظهر. صلاه الظهر عايز تنام شويه بعد الظهر، اوكي مفيش مشكله. النوم مفيش فيه مشكله، بس ما تقعدش تعمل حاجه تغضب ربنا، لا نام احسن. وخلي نومك ده بنيه يا رب انا بستعين بالنوم ده على ان ابقى قوي، على ان اقدر اصوم. تمام. استغفر ربنا على قد ما تقدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجمل الدعاء دعاء يوم عرفه. طب ادعي اقول ايه؟ ما تدعيش، قل لا اله لا, آه، لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هبعتها لكم على الجروب. تمام. قولها بقى 10 مرات، قولها 100 مرة، قولها 1000 مرة، قولها 2000 مرة. السبحة في ايدك وقولها على قد ما تقدر. تمام. العفو علينا، ربنا ينفعنا بيكم يا رب. تمام. اقعد قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللي يقول الدعاء ده بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب يتكتب له 1,000,000 حسنة، ويتمسح من عنده 1,000,000 سيئة، ويترفع في الجنة 1,000,000 درجة. اللي يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات بعد الفجر وبعد المغرب. بعد الفجر وبعد المغرب. تمام كده. ده الحاجات اللي احنا لازم نعملها. قابلك بقى واحد شحات، اديله 5 جنيه 10 جنيه، 1,000,000 حسنة عشان جملة. الدين بتاعنا سهل، الدين بتاعنا دين يسر. الدين بتاعنا ربنا سبحانه وتعالى عاوز يدينا حسنات بأي طريقة. هو يعني لو صليت 12 ركعة يتبنى لي قصر في الجنة، قصر. مش 12 ركعة ومع ذلك ما بنصليهمش. ما الحسنة ب10 حسنات، والسيئة بسيئة، ومع ذلك بتلاقي السيئة أكتر من الحسنات. يعني أنا حتى مش كل 10 سيئات أعمل قصادهم حسنة، لا. فالدين بتاعنا سهل، إحنا اللي مش عارف، مش حاسين بقيمته. وربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم. واكبر مظهر ومغفرة لله عز وجل بتبقى يوم عرفة اللي احنا فيه ده، اللي بدأ ده. ربنا سبحانه وتعالى بيغفر وبيعتق ذنوب عباد. يعني ما تتخيلوش عددهم قد ايه، ممكن 1,500,000,000 اللي عايشين دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى يكتب ان هو اعتقهم من النار. ولا واحد من 1,500,000,000 اللي عايشين على وجه الارض دلوقتي هيخشوا النار، من كتر رحمة ومغفرة ربنا. حتى اللي بيعملوا سيئات، حتى اللي بيعملوا سيئات. انتوا متخيلين رحمة ربنا سبحانه وتعالى؟ عشان كده الشيطان، قلت لكم الشيطان كنت بعت لكم فويس. الشيطان بيبقى هيتجنن في اليوم ده، وبيجيب تراب ويحطه فوق دماغه ويلطم ويصوت ويعيط. فالشياطين تقول له انت بتعمل كده ليه؟ يقول اكن اقعد اضلهم طول السنة، ويجي يوم واحد يقولوا استغفر الله، يقوم غفر لهم كل ذنوبهم. امال اللي انا بعمله ده كله كان ايه؟ ده انا ذنبت ذنب واحد، اتحرمت منه دخول الجنه، وعايش هدخل النار، ابقى خالد مخلد في النار عشان ذنب واحد. وهم يعملوا الذنوب دي كلها، ويجي يوم عرفه ده يستغفرهم، ربنا يغفر لهم ويدخلهم كلهم الجنه. عشان كده الشيطان بيبقى متغاظ قوي في اليوم ده، بيبقى هيتجنن في اليوم ده. عشان كده احنا بقى ما نضيعش اليوم ده، نستغل اليوم ده احسن استغلال. السبحه في ايدك، اللي هو الخاتم بتاع التسبيح ده في ايدك، سبح ربنا، استغفر ربنا، ادعي اللي انت عاوزه. بس وانتوا بتدعوا ادعوا ربنا بالدنيا وبالاخره. يعني ايه، ما تقعدوش تقولوا يا رب انا عايز ابقى غني، ويا رب عايز عربيه، ويا رب انا عايز مش بيت، وعاوز احج، وعاوز اصيف، وعايز كل ده ادعي بيه عادي، مفيش مشكله خالص. بس ما تنسوش ان في اخره. يا رب دخلني الجنه، ابعدني عن النار، سامحني، اعفو عني، اغفر لي، خليني مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى من الجنه. كل دي اعمل. لا مش احسن، مش احسن يوم في السنه، ده احسن يوم في العمر. تمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجمل ايام الدنيا، الدنيا. وما نضمنش السنه الجايه هنعيش ولا لا.
تمام. لكن اضمن لو انا صمت بكره ان الذنوب اللي انا هعملها السنه الجايه ربنا غفرها. مش هيغفرها، لا ده غفرها. ده ربنا سبحانه وتعالى. يبقى انا قاعد انا صمت يوم عرفه، تمام، واجي بعد كده بعد يوم عرفه ده بشهرين 3 4 10 عملت ذنب، يجي الملائكه بتاعت السيئات قاعده شايفه الذنب اللي انا بعمله وتيجي تكتبه، ربنا ينسيها الذنب. ايه ده؟ ده هو عمل ذنب دلوقتي، الذنب ده ما عايزين نكتبه مش فاكرينه. الملائكه يعني هو مش جاي يا جماعه عامل ذنب دلوقتي؟ لا ما حصلش. يعني الذنب ده ما يتكتبش؟ لا ما اتكتبش، ما عملوش، رغم ان انت بتعمله وهم شايفينك، لكن ربنا ينسيهم الذنب. بالله عليكم ده يوم بقى نغيره نضيعه؟ انا بالظبط ان شاء الله نص ساعه ساعه الا ربع هبعت لكم اللينك بتاع الحلقه دي، ابعتوه لكل اللي تقدروا عليه عشان الناس تعرف قيمه اليوم ده ايه. تسبيح، تهليل، استغفار، صلاه، قراءه قران، صوم، اليوم كله نستغله على قد ما نقدر، علشان بعد كده لما تيجوا تتزنقوا في امتحانات في موقف صعب تقولوا يا رب بحق اللي انا عملته يوم عرفة سنة 2023 اعمل لي كذا، نجحني، اقف جنبي، ساعدني. ربنا يستجيب لكم لان انتوا عملتوا اللي عليكم. تمام. اشوفكم ان شاء الله في العيد. هنعمل استفتاء كده نشوف هل نعمل حلقات في العيد ولا لا على الجروب. بس الحلقة دي مهمة جدا جدا جدا، وخاصة النص الأخير بتاع الحلقة. تمام. لا ما نضيعش فيه ولا ثانية، ولا ثانية يا لين. ما امسكش التليفون خالص، ما اقعدش قدام التلفزيون خالص. تمام. نسيت اقول لكم صلة الرحم. اختاروا اي حد يا جماعة، اي حد يكون ما بيكلمكوش اتصلوا بيه اطمنوا عليه. اي حد من قرايبكم يكون ما بيكلمكوش وما بيجيش عندكم واتصلوا بيه اطمنوا عليه. هو ده صلة الرحم. مش ان انا اتصل اللي يجي لي اجيله واللي يزورني لا لا. صلة الرحم هو ان انا اتصل وازور اللي ما بيزورنيش ولا وما بيعبرنيش اصلا. تمام. شكرا. يلا عشان صلاة العشاء، السلام عليكم.